في واحدة من أخطر العمليات الأمنية وأكثرها تعقيداً، جدة تشهد جريمة أشبه بمشاهد أفلام هوليوود، ولكن بفضل يقظة أبطال الأمن النهاية هنا مختلفة. دعونا نأخذكم إلى تفاصيل هذه القصة المروعة. الهدف داخل استراحة يا زملاء، داهم سموا بالله وداهم. في حي الخمرة بجنوب جدة، استراحة تبدو عادية من الخارج، ولكن خلف جدرانها وقعت أحداث تقشعر لها الأبدان. 30 رهينة محتجزين بين أيدي عصابة مكونة من 4 مجرمين، جميعهم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا أفعالاً وحشية بحق ضحاياهم. بدأت القصة عندما تلقى مركز شرطة جدة بلاغاً من مقيم يمني يكشف عن احتجاز شقيقه الذي قدم حديثاً من اليمن. العصابة طلبت 5300 ريال للإفراج عنه، وهددت بقتله في حال الإبلاغ عنهم. في تلك اللحظة تحركت الأجهزة الأمنية بقيادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني، وبإشراف مدير شرطة جدة العميد عبد الوهاب العسيري. خطة محكمة بدأت بتتبع المعلومات الواردة من البلاغ. تأكدت التحريات بشأن الموقع المحدد سلامة الجميع أولا، بإمكانكم الانطلاق، ونتمنى من الله التوفيق. رجال الأمن اتخذوا خطوة جريئة، حيث أوهموا العصابة بأنهم أقارب الرهائن واتفقوا معهم على دفع الفدية. في الوقت نفسه انتشرت الفرق الأمنية بزي مدني حول موقع الاستراحة استعداداً للحظة الحاسمة. وفي لحظات سريعة ودقيقة داهم رجال الأمن الاستراحة. العصابة أسقطت دون مقاومة وتم تحرير الرهائن. المفاجأة كانت صادمة، 27 شخص إضافي بين رجال ونساء مقيدون بالسلاسل، وقد ظهرت على بعضهم إصابات نتيجة الطعن والتعذيب. الهلال الأحمر